السلام عليكم ايها الشعب العظيم يا شباب. اليوم معي لكم فيديو الصراحه حناني طناني، انا ماليش دخل. يعني انا قاعد تعبت نفسي وانا قاعد اقول لكم دونا الان. يعني ربنا جابهم فضح بهم، اقسم بالله فيديو يعني يصدم من جميع الجوانب كذا يطبق عليك. ايش ده؟ الجماعه كانوا يقولون احنا الوحده دين بس ما حددوش دين الاسلام ولا دين اليهود. قالوا ان الجنوبيين عملاء اسرائيل. اسرائيل صارت تدافع عن الوحده، عن الجواز ابو دقاقه. زعلوا من الفيديو لما هنت الدقاقه، قاموا دحين اسرائيل تدافع لهم. قالوا اصل العرب طلعوا اصلهم يهود. واو. واللي قهرنا تعرف ايش؟ المبغبغين اللي جالسين يعلقوا عليه يقول له ينصر دينك. لا. كنت انتحر. مرحبا يا شباب، عندي رسالة قصيرة كذا اشتي اوصلها لهذول الناس اللي جالسين يحرقوا لك الجواز اليمني. اشتهر بحرق الجواز اليمني. يعني لو ما تشتيش الجواز اليمني ليش عاد تحرقه ولا تدعسه بالكويتشة ولا توديه الزولي وتبول فوقه؟ ايش الكلام ده الفاضي؟ يعني شو تسووا لكم زحمة والخط فاضي؟ ولا ايش العقول دي اللي متفسدتهم؟ لو ما تشيش الجواز اليمني ليش طلعت تبوا لو انت حر تشيل القضية الجنوبية ومن أصل القضية الجنوبية؟ ليش طلعت بالجواز اليمني من البلد؟ ولا لو امتلكت جنسية تاني؟ أصلا في السيستم الأوروبي ولا الغربي بشكل عام بيكتبوا لك يمني، ما بيكتبوا لكش جنوبي عربي. بعدين الجواز ده هو شرف لي ولك ولكل مواطن يمني. الجواز ده بيمثلني ويمثل أي مواطن يمني، مش انتم يا سذج تجلس يتكلم لي باسم الجنوب العربي كله. يعني احنا كده اخذنا الانفصال، بعدين تعال قل لي بعد ما رحل الحوثي عملنا حاجة؟ لا كهرباء لا مي لا رواتب. ايش الكلام الفاضي اللي جالسين نسويه؟